الفلاحين التلاتة كانوا راجعين من أرضهم، شايلين الفؤوس بتاعتهم على أعناقهم كالعادة بتاعت أي فلاح راجع من الحق. وأول ما شافوا الجنود والوالي صرخوا بصوت عظيم: إحنا مسيحيين مؤمنين بالسيد المسيح. الجنود استغربوا والوالي رد بعنف: السيوف خلصت من كتر الدم خلاص. أهلا بيكم في قناتنا. النهاردة هنتكلم عن قصة من أعظم قصص الشهادة اللي حصلت في الصعيد، وتحديدا في مدينة إسنا. قصة 3 فلاحين عاديين جدا زي أي حد فيني، لكن إيمانهم خلاهم قديسين عظماء. القصة دي مش مجرد حكاية تاريخية، دي درس حي لينا النهاردة. يلا بينا نعرف مين هم الشهداء ال3 الفلاحين. هم سورس وأنطوكيون ومشهوري في القرن الرابع الميلادي، وبالتحديد في عهد الإمبراطور دقلديانوس اللي كان معروف بالتاريخ باسم عدو المسيحية الأول. حصل اضطهاد رهيب للمسيحيين في مصر. الوالي بتاعه في الصعيد كان اسمه أريانوس، وده كان مشهور بالقسوة والعنف. كان بيتنقل من مدينة للتاني ينفذ أوامر الإمبراطور، يا إما الناس تنكر المسيح وتعبد الأوثان يا إما يستشهدوا. فمدينة إسني كانت من أكتر الأماكن اللي شافت دم الشهداء. الوالي أريانوس زارها كذا مرة، وكل مرة يسفك دم المؤمنين اللي فيه. الناس كانوا فلاحين بسطة بيزرعوا أرضهم ويعيشوا حياة بسيطة جدا. وفي وسط المذابح دي ظهروا أبطال كنيستنا، ال3 فلاحين البسطة، لكن قلوبهم كانت مليانة إيمان. القصة حصلت لما الوالي كان راجع من إسني بعد مذابح كتير، وفي اللحظة دي الفلاحين ال3 كانوا راجعين من أرضهم، شايلين الفؤوس بتاعتهم على أعناقهم كالعادة بتاعت أي فلاح راجع من الحق. وأول ما شافوا الجنود والوالي صرخوا بصوت عظيم: إحنا مسيحيين مؤمنين بالسيد المسيح. الجنود استغربوا والوالي رد بعنف: السيوف خلصت من كتر الدم خلاص. لكن الفلاحين بكل قوة قالوله: اقتلونا بالفؤوس اللي في ايدينا. الكلام ده هز الوالي، لكنه في نفس الوقت ما رحمش. امر الجنود ياخدوا الفؤوس اللي كانت معاهم ويحطوا رقابهم على حجر كبير، وفي لحظات قليلة اتقطعت رؤوسهم هم ال3، لكن أرواحهم ارتفعت للسماء وهي مليانة فرح وإيمان. سورس الاسم جاي من أصل يوناني أو قبطي، معناه مرتبط بالقوة والثبات. أنطوكيون قريب من كلمة أنطاك، يعني اللي من أنطاكيا. مشهوري معناه صاحب السمعة الطيبة، يعني حتى أسمائهم بتعكس حياتهم، القوة والانتماء والسمعة الطيبة. معاني الأسماء دي تقريبية مش أكيدة، تقدر تبحثوا عنه تتأكدوا من المعنى الصحيح، واللي يعرف المعنى الصحيح ياريت يشاركنا في التعليقات. ال3 فلاحين القديسين دول استشهدوا في عصر الإمبراطور دقلديانوس، والكنيسة بتفتكرهم كل سنة في 11 توت بالتقويم القبطي، اللي بيوافق تقريبا 11 سبتمبر. وفي اليوم دي تتعمل صلوات خاصة في مزارهم اللي باسمه، وبتتجمع عدد كبيرة من الناس علشان يحتفلوا بعيد استشهادهم. مزارهم موجود في قلب مدينة إسنا، وهناك مقبرة كبيرة فيها رفاتهم. وسنة 2009 اتعمل تطويب رسم رفاتهم، واتنقلوا لمقصورة خاصة جوا كنيسة كبيرة. والنهاردة المكان بقى مزار روحي بيزوروا المسيحيين من كل أنحاء العالم. وبرا مصر مفيش كنائس كبيرة باسمهم لحد دلوقتي، لكن سيرتهم اتعرفت واتسجلت في السنكسار الكنسي. طب ايه اللي ممكن نتعلم من القديسين ال3 دول؟ يمكن تسأل نفسك، لما كانوا فلاحين عاديين جدا ايه اللي ميزهم؟ اللي ميزهم انهم ما خافوش يعلنوا ايمانهم حتى وهم عارفين انه ده معناه الموت. ايمانهم كان ثابت
كان صادق، كان في صراحة قدام الوالي، كانوا مستعدين للتضحية من أجل المسيح. إحنا النهاردة مش مطلوب مننا نموت علشان إيمان، لكن مطلوب نعيش علشان إيمان. مطلوب نتمثل بيهم في الشجاعة، في قول الحق، في الثبات على المبادئ، في إننا نكون مشهورين زي مشهوري، لكن مش بالشهرة الدنيوية، مشهورين بالشهرة السماوية. قصة الشهداء الثلاثة من إسني بتفكرنا إن القداسة دي مش محتاجة مركز ولا علم ولا غنى. القداسة محتاجة قلب مؤمن وشجاع. يا ريت ناخد من حياتهم مثال، نعيش بشجاعة ونشهد لإيماننا بكلامنا وأعمال. لو عجبك الفيديو شاركه مع أصحابك علشان كل يعرف القصة الجميلة ده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. سلام المسيح يكون معاك.